أحلى وأسهل مندي ممكن تجربوه من دون فرن وما ياخدش حتى ربع ساعة. صدقوني لو جربتوه بالطريقة هذه حتدمنوا عليه. تعلمتها من صديقتي الأردنية. ناخدوا بهارات صحيحة حنكتبه لكم تحت في الكابشن، وعليهم بصل ودجاج، ملح حسب الذوق، فلفل أسود 7 بهارات يعني بهارات مشكلة، وبهارات المندي مخلطة، ونغطوهم بالمية. يلي في لندن ديما تسألوا فيها على نوع الرز اللي نستخدم فيه. النوع هذا نستخدم فيه في كل وصفاتي ولي سنين. رز أفغاني نغسلوه ونقعوه مش أقل من ساعة. ما طاب الدجاج نطلعوه من المرقة. في طنجرة تانية ملعقة سمن وزيت، بصل وتوم مرحي هلبة مش شوية تكون الكمية، ملح، بهارات مندي، ونقلوهم شوية في الزيت، وعليهم الرز ونغطوها بالمرقة. خلوه يغلي لين يدير بابلز بالشكل هذا وتنشف المية من فوق، ونغطوه. بعد ما يطيب الرز نضيفوا عليه ملون غذائي، بس أنا منحباش كله سموم. استخدمت تلج مدوبة فيه شوية زعفران، والأصفر ممكن تستخدموا شوي كركم في مية. طبيعي ديما أحسن من الفيك. لتحمير الدجاج نستخدموا ملعقة طماطم معجون، ملعقة كبيرة يogurt يوناني، والزيت اللي قلت فيه الصنوبر واللوز، طعمته خيال، وشوي بابريكا مدخنة، زعفران مرحي عشان اللون يطلع أحمر، أو ملون غذائي لو تفضلوا. وندهنوا به الدجاج بالكامل. ممكن يتحمر في القلاية الهوائية أو في الفرن كيف ما تحبوا. نضيفوا الدجاج على الرز وندخنوهم بجمرة عشان يطلع سموكي، وبس. أحلى وأسهل منه مفيش.